الذي تعرفه اتصالات المغرب منذ أزيد من 3 أشهر. نحن نعتبر أن مطالبنا مشروعة داخل اتصالات المغرب، وأن حقوق الشغل الاتصالاتية مهضومة ومطالبهم لم تتحقق والمكتسبات في تراجع. فلذلك نعتبر أنه حراكنا حراك مشروع، ونحن بعدما نفذنا مجموعة من الإضرابات داخل الشركة نحن نعلن الآن بأنه الحراك ما زال قائما، وأن التعسفات والاضطهاد والاستبداد والقمع هي اللغة السائدة للأسف داخل شركة اتصالات المغرب. شركة اتصالات المغرب، مسؤولي اتصالات المغرب للأسف نحن أمام إدارة غير مسؤولة، إدارة لا تعين أي اهتمام للشغيلة الاتصالاتية، لا يهمها إلا الرأسمال الأجنبي فقط، ولا تهمها لا الشركة. مسؤولي اتصالات المغرب لا تهمهم لا الشركة ولا شغيلة اتصالات المغرب. الشغيلة هي آخر ما يفكر له، لا يتم التعامل معها كبشر وحقوقهم مهضومة. ولا نبالغ إن قلنا بأن الممارسات التي تمارسها إدارة اتصالات المغرب داخل اتصالات المغرب هي ممارسات العهد البائد، لا حقوق. الإدارة تعتبر نفسها فوق القانون، الحد الأدنى من قانون الشغل لا يطبق داخل اتصالات المغرب للأسف، والإدارة تعتبر نفسها فوق القانون ولا تخدم إلا أجندة الفرنسيين لا أقل ولا أكثر. ولذلك نحن مصممون على النضال وعلى الاستمرار في حراكنا ونضالنا إلى حين تحقيق مطالبنا المشروعة. ونحن نعتبر أن تلك المطالب هي ليست فقط مشروعة، هي من ناحية مشروعة ومطالب قابلة للتنفيذ، وإمكانية الشركة تمكن من تحقيق هذه المطالب وأكثر.